السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديال الشيخ مشكور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك شوكولا اللي كيكون مسقي بالقهوة وبالكلاصاج ديال الشوكولا فوق منه. كيف ما كتشوفوا معنا غادي نحتاجو في المقادير لربعة ديال البيضات يكونوا بحرارة الغرفة، وغادي نحتاجو ديما العبارات بالكاس ديال العنبة، كاس لاروب ديال الزيت، نحتاجو كاس ديال السكر سنيدة، 2 معالق ديال بودر كاكاو، 2 كيسان ديال الدقيق، 2 خمارات ونص. طريقة التحضير: غادي ناخدو واحد الاناء، غادي نديرو البيض ديالنا. السر باش يطلع لينا الكيك خاصنا نطربو البيض مع السكر مزيان باش يجينا الكيك طالع. كيف ما كتشوفوا البيض كنضيفو معاه كاس ديال السكر، وكناخدو طراب كهربائي اولا طراب اليدوي. كيف ما كتشوفوا معنا كنطربو البيض، خصو يكون طرب مزيان. هذا هو السر ديال الكيك باش يجي طالع. من بعد كنضيفو الزيت تدريجيا شويه بشويه وكنطلعو. كيف ما كتشوفوا بعد الخليط طالع مزيان، غادي نضيفو الدقيق ديالنا تدريجيا شويه بشويه. يعني هادو راه مقادير مضبوطين ديال المول متوسط ولا حجم كبير، ماشي مشكل، راه كطلع هاد الكيكه راه كطلع مزيان. ولكن كيف ما قلت لكم خص يكون عندنا البيض والسكر يكونوا طالعين مزيان. هذا هو السر ديال الكيك باش يطلع، يكون يجينا منفوخ ويجينا مفشفش من الداخل. كنضيفو خماره ديالنا 2 أكياس ونص، واخيرا غادي نضيفو البودر كاكاو. كناخد المول ديالي انا هنا وجدتو، درت ليه بابي كويسون، يمكن لكم ديروا ليه الزبده وترشوه شويه ديال البودر كاكاو ولا شويه ديال الدقيق. كنخوي الخليط ديالي، كنهز الفوق مزيان وكنخوي. كيف ما كتشوفوا معنا الخليط كيبان قليل، ولكن الكيك راه كيطلع حيت مخدوم مزيان. دابا غادي ندخلو الفران اللي سخنتو واحد ربع ساعه قبل، فرن ديال الغاز، كنشعل ليه غير من التحت وكندخل المده ديال 45 حتى 50 دقيقه. العافيه تكون مهيله، ونسخنوا الفرن قبل بربع ساعه. الفرن الكهربائي كنضبطو الحراره على 150 درجه، وكندخلو الكيكه ديالنا لمده ديال 50 حتى 55 دقيقه. هنا غادي ناخد هاد الكاس، غادي نعمل ليه واحد نسكافي، نعمل معاه واحد معلقه ديال السكر، وغادي ندير فيها الماء سخون، نحركها ونخليها تبرد جانبا بما توجد لينا الكيكه ديالنا. هاد القهوه هي باش غادي نسقيو الكيك ديالنا مباشره ما غنخرجوه من الفران، غنسقيوه بالقهوه. القهوه غادي تكون بردات. دابا غنوجدو كلاصاج شوكولا، كلاصاج ساهل ماهل، شويه ديال الزيت، زيت روميه. ناخد واحد 12 ل 14 قطعه ديال الشوكولا. انا وجدت البرماغي سخونه، غادي نحط الاناء ديالي فوق البرماغي وغنحرك الشوكولا حتى يذوب. من بعد غادي نضيف عليه واحد الكاس ديال الحليب. كيف ما كتشوفوا معايا كاس ديال الحليب.
الكيك ديالي من بعد موجود كيف ما كتشوفوا مباشره ما كنخرجو من الفران كنسقيه بالقهوه محدو سخون. كيف ما كتشوفوا الكيك طلع المول عمر، واخا انا درت المول كبير. كيف ما كتشوفوا معايا راه عمر، طلعت الكيكه مزيان. كنسقيها بالقهوه، كتشرب ديك القهوه كامله، كنسقيها من بعد كندخلها الثلاجه واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع، وكندير ليها الكلاصاج اللي وجدتو حتى هو. الكلاصاج حتى هو كيكون خفيف باش حتى هو كتشرب منه الكيكه. كيف ما كتشوف معنا من بعد ما بردات الكيكه ديالنا كنخويو عليها الكلاصاج اللي حتى هو اللي كيكون خفيف، حتى هو كتشرب منه الكيكه ديالنا مزيان كما كتشوف معنا في الفيديو. كيف ما كتشوفوا الكلاصاج يكون جاري شويه، كنزينو بهذوك الطريفات ديال الشكلاط. كيف ما كتشوفوا معنا الكيكه جات طالعه ومفشفشه خاويه من الوسط. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.